بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب الكونغو أمام المغرب في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، خرج المدرب بتصريحات قوية تعكس إحباطه واستيائه من الأداء الذي قدمه فريقه. في بداية تصريحاته قال المدرب: لقد كانت هذه الهزيمة ضربة موجعة لنا جميعا، لم نتوقع أن نواجه صعوبات بهذا الحجم أمام المنتخب المغربي، لكن علينا أن نعترف بأنهم كانوا الفريق الأفضل على أرض الملعب. وأضاف: المغرب يمتلك فريقا قويا ومنظما وقدرتهم على السيطرة على مجريات المباراة منذ بداية حتى النهاية. وتابع المدرب حديثه قائلا: لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء التي لا تغتفر في الدفاع، وهذا ما كلفنا الكثير. علينا أن نراجع أنفسنا ونعمل بجد على تحسين أدائنا في المباريات القادمة. لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل إذا كنا نطمح في التأهل لكأس العالم. كما أشار المدرب إلى بعض النقاط الإيجابية رغم الهزيمة قائلا: بعض اللاعبين قدموا أداء جيدا رغم النتيجة الثقيلة، وهذا يبث فينا بعض الأمل. علينا أن نعمل على تعزيز نقاط قوتنا وتجنب تكرار نفس الأخطاء.